ميساج خفيف ظريف، يعني ميساج اللي من المفروض أن نديرو الأمسية تاع اللي يطلقوا فيه الرباعة، يطلقوا فيها نزار وتوفيق والجماعة، لكن خليت نشوف الأمور كيفاش راهي تدور، لمن ستوجه المسؤولية. ومن بعد قلت جوغي الطون باش ندير اون اناليز اللي تكون في بعض الأحيان لما تكون بعيد على الماتش تقدر تشوف واش راه كاين في التيران أحسن، لأنه لما تكون عندك آه، ردة فعل سريعة في بعض الأحيان ما تحللش بطريقة مناسبة. شفنا للأسف من المناظرين من مباشرة بدأوا باتهام بوصبع، وكأنه هو الشخص الملام على إطلاق سراح توفيق، وكأنه هو الشخص الملام على إدخال خوتنا للسجون. خوتي ان بون دياغنوستيك، ان بون ميدسان هو اللي يدير ان بون دياغنوستيك. الطبيب المليح ماشي اللي تروح عنده يقول لك راه عندك الحمى، باسكو الحمى راني عارف على بلي عندي الحمى، مي انا جيت باسكو الحمى راهي فيا، جيت باش تكشف لي المرض واش هو، باش تداوي لي سيمبتوم. انت ماشي طبيب، انت ماشي طبيب، داوي لي المرض العله وين راهي، واش هي السبه اللي راهي دير الحمى. دو لا ميم مانيير ان بون بوليتيسيان هو اللي يدير ان بون دياغنوستيك للصحه السياسيه. البوليتيسيان اللي يبقى يضرب شروي غروي كما يقولوا، ولا شرقي غربي، هو ماشي بوليتيسيان، هو كالدجال. هو دجال بصفة أو بأخرى، دجال باسم الدين، دجال باسم السياسة، دجال بأي صفة ممكن ينتهن، باسم إيديولوجيا. هو الدجال، لأنه الهدف تاعو هو التضليل، هو تشتيت الرأي العام على الأمور الأساسية. خوتي اللي طلق توفيق، اللي طلق نزار، هو نفسهم اللي وقفوا مع القايد، هما نفسهم اللي وقفوا مع الانتخابات، هما اللي نفسهم اللي وقفوا ضد إرادة الشعب، هما نفسهم اللي طبلوا لبوتفليقة من طيلة سنوات، هما نفسهم اللي كانوا يقولوا باللي بومدين زعيم، هما نفسهم اللي لو كان مع بالي شكون يجي يحكمهم مادام انه يتوافق مع اهوائهم فسيوافقونه. بوصبع ديجا لما ترفع هذه النظريه تاع بوصبع ف فهي جياحه حقيقه. علاش؟ لانه حنا الا كم عاقلين، شوفوا رجعوا للفيديوهات تاع 12 ديسمبر. الفيديوهات تاع 12 ديسمبر الشعب كان يغلي في الطرقات، واش يقول؟ انتخابات عسكريه، فوطاو العسكر صباح وعشيه. راك تناقض في روحك، العسكر فوطا، حنا ما فوطيناش، الشعب ما فوطاش. نهار اللي داروا الاستفتاء تاع 1 نوفمبر شحال كانوا بالتزوير؟ شحال كانوا؟ ثله لا يمثلون الشعب الجزائري. بوصبع ما عندوش المطرق، ما عندوش القزوله، بوصبع ماشي في يده القضاء، بوصبع ماشي في يده الحقائب الوزاريه، بوصبع ماشي هو اللي جاب تمثال من البرونز يدير سي با كومبيان دو مليار ولا كومبيان دو سونتين دو مليون، ما يهمش، تمثال من البرونز حطوا في تيزي وزو. ماشي القبايلي هو اللي دوموندا باش يجيبوا له تمثال يديروه في تيزي وزو، باسكو القبايلي دوموندا بامور اكبر من هذا الشيء. وماشي العربي ايضا اللي دوموندا باش يندير له تمثال تاع عقبه بن نافع، ولا تمثال تاع عبد الرحمن كاكي في مصغالم، ولا تمثال تاع عبد القادر الامير عبد القادر، ولا اي تمثال. دونك هذيك صار لها كيما الحكايه تاع في التسعينات بعد ما انقلب العسكر بالدبابه، الاسلاميين يقول لك يروحوا عند الاسلاميين ويرسلوا لهم افكار بانه شكون اللي ساند العسكر؟ يا اخي العلمانيين. ويروحوا من جهه الاخرى عند العلمانيين، شكون اللي طلعوا للجبل؟ يا اخي الاسلاميين. بصح في حقيقه الامر هو انه اساس الداء هو المرض الاولى. من بدا انت ما تبداش من بعد شو واش صرا الاولى، واش بصرا في البدايه الامر، واش كان كاينه حاجه واضحه، هي انه العسكر في كل مره
يتدخل في الحياة السياسية إلا ويفسدها، لأن العسكر خدمته ما هيش السياسة، عنده مهام دستورية يقوم بها وكفى. بارك الله فيكم. خدمته بالمناسبة لما نقولوا العسكر الناس عندها حساسية كبيرة، يهضروا في لي بومبي، يهضروا في لي دواني، يهضروا في الطباء، يهضروا في الأساتذة، تهضر في العسكر أوه كفر، كفر بولي نعمتنا. تهضر في تبون نورمال، تهضر في العسكر حرام، جناية إحباط معنويات الجيش في السلم. الوغ كو لا، سي با فري، لأنك إذا تكلمت على هذا الشيء فهذا يعني أنك وضعت أصابعك فوق موطن الألم. تبون لا شيء، تبون باش تروح تقول لخوتك من الجزائريين تسميهم دير لهم فئة معينة، تسميهم بفئة. هاد التسمية في حد ذاتها خوتي باش يكون على بالكم، هاد التسمية في حد ذاتها ما هيش تاع الناس العقلاء، هي تاع مخابر السلطة، مخابر النظام، هي اللي تسمي فلان بوتبريرة وتسمي فلان حكم بوصبع وتسمي فلان. الوغ كو لا، الوغ كو هذا مسكين قادرين يضحوا به في اي وقت، كما ضحاو بالعديد من الناس اللي دخلهم الحبس، منهم اللي كان مدير ثقافة في المسيلة ربح ظريف، منهم قادرين يدخلوا ختال، قادرين يدخلوا نعيمة، قادرين يدخلوا اي شخص. احنا ما يهمناش هذا الشيء، الصراعات الجانبيه ما تهمناش، لانه احنا نهار اللي خرجنا ما خرجناش باش يدخل اكس ولا ايكغيك للحبس. ما نبقاوش في نفس الحكايات خوتي. علاش راهم الناس تسب، يقول لك راهم باغي يحرروا البلاد باللايفات؟ لانه اللايف ينشر الوعي، لانه الديكتاتور باش تطيح الديكتاتوريه اللي طيحها ماشي ما على باليش انا قوه ولا حاجه، ديكتاتوريه تطيح بالوعي. ماذا بهم باه الشعب يبقى ماهوش بوليتيزي. الشعب ما لازمش يتفرج لايفات تاع اكس ولا ايكغيك سون سيتي دي نون بيان سور، والحق باين والباطل باين، الحق باين والباطل باين، ما بقاتش الامور تخفى. انا مره في المرات تكلمت مؤخرا على الاستاذه زبيده عسول، قلت بركا ما طاكيو في زبيده عسول، قالت بلي نزار، الناس فهمتها على انها انا راني نزكي في استاذه على بالرغم من كذا لا، لانه كما قلت لانها هي ليست المسؤوله على اطلاق سراح بنزار، لانه ما هي الا واش راح نقول لك، كيف اي واحد ما غادي يحل ما غادي يربط، اللي عنده بيده الحل والربط هو العسكر. تبون من دخل البلاد قال الدوله وعلى راسها العسكر، صرح بها ديريكتومون، ما كسرش راسه. حنا نهار اللي كنا نعيطوا في الانتخابات ولا ما يهمناش قايد صالح، لانه يروح قايد صالح يجي شنقريحه، يروح شنقريحه يجي اسوأ من شنقريحه. اذا كان عندهم نيه حقيقيه في تسليم السلطه للشعب مرحبا وسهلا، ما عندهمش نيه مازالوا يدخلوا في الحياه السياسيه، مازالوا يخلقوا في الفروقات، مازالوا يحوسوا بين تنوض ما بين القبائل والعرب بسبب يجيب لي انا واحد كان يبان على قناه شور. حرزوا خوت، حرزوا روحكم بالخصوص من قناه علي فضيل. الناس اللي كانت تفوت في قناه علي فضيل مسدور والجماعه تفكروهم مليح وعقلوا عليهم وحذروهم، حتى الناس اللي تدعي الدين. حمداش عبد الفتاح يروح يفتي بانه يناير لا يجوز الاحتفال به اقتداء بمفتي تاع المناسبات فركوس. الوغ كو حمداش حنا نعرفوه، حمداش نقولوا له يحكي لنا على البرواقيه، يقولوا لنا نحكي لنا على ليفازيون، يحكي لنا على الفتاوى التي كانت تقول بأن الناس اللي ما تهربش من البرواقيه هم مثل الناس اللي ارتدت يوم الزحف، هي الناس التي تولت يوم الزحف. ومن بعد اون فان كونت حمداش وشوشان بح والناس ماتت. يافي على حساب دي ديكلاراسيون اللي ماهمش اوفيسيال بيان سور، اوفيسيال توجور يقول لك 50 قتيل 60 قتيل، يافي بليس كو 200 مور في ليفازيون تاع البرواقيه، باسكو كلش كان مخطط ليه. دونك خاوتي هاد الناس هادو اللي راهم حنا نعرفوا بلي يناير كانوا يحتفلوا به الناس كبار من حنا توجور جزائريين فيهم هذيك الخصله تاع التبرك بالعام الجديد،
عام جديد يتمناو انه يكون عام تاع خير وتاع فال، يديروا هذيك الوزيعه، ويديروا يقسموا الروينه، ويقسموا بزاف امور. وهذا من عمل محبوب، عمل واش راح نقول لك، من صدقه. درك انت تجي تقول بانه يذبحوا لغير الله والشرك وشكيل شكون اللي قال لك بليهم يذبحوا لغير الله؟ على تكذبوا على الغاشي، على تستعملون الدين في غير مواطنه، على ما تهضروش على الامور التي يجب ان تتكلموا عليها. وديجا انت كيف سمحوا لك بان تدخل التلفزيون؟ وعلى بالك بلي التلفزيون اللي يدخل ليه لازم يكونوا باحثين عليه ويعرفوه شكون. معليش نعاودوا نرجعوا للسوجي الاساسي خوتي. السوجي تاعنا ما هوش قبائل ضد العرب، السوجي تاعنا ما هوش علمانيه ضد اسلاميين، السوجي تاعنا ما هوش على باليش انا لاهوتيين ضد دينيين، ولا لائيكيين ضد الدينيين. السوجي تاعنا هو دولة ديمقراطية، دولة عدالة، دولة قانون، دولة لا يتدخل فيها العسكر في شؤون السياسة، دولة مدنية ليست عسكرية. كل ما دون ذلك فهو مرفوض، سواء جاء من عند إسلامي سواء جاء من عند علماني. مواضيع التشتيت غير مقبولة، مواضيع الإلهاء اللي له بها الناس غير مقبولة. التعاطي في هذه المواضيع أخطر من تعاطي المخدرات. هذه المواضيع هي التي تخدم البوليس السياسي، هي التي تخدم المخابر تاع التوفيق. مين يجي توفيق؟ يجوا البانب، يجوا صواريخ في تيزي وزو، تجي القتيلة، تجي أموال، تجي مع باليش كاين دروك يطيح علينا وباء. وانتظروا في قادم الأيام قبل 22 فبراير غادي كل الأزمات سوف تظهر أمامكم. لأنه علاش؟ لأنهم حقيقة مرعوبون من عودة المسيرات. وهذوك الناس اللي يقول لك الحراك ليس فقط مسيرات، نعم الحراك ليس فقط مسيرات، وثورتنا باقية، ثورتنا مستمرة. ولكن ما لازمش أنه ننساو بأنه ورقة الضغط الأقوى هي عودة المسيرات. لهذا خاوتي ركزوا على الهدف، لأنه الهدف أوضح من أن باش كيفاش نقول لك باش نغلطوا فيه. الهدف أوضح من أن لا تراه بالعين المجردة. الهدف باين. نهار اللي قلنا يقول لك ما عندكمش مشروع، لا تتكلمون في المشاريع. مشروع واضح، مشروع واضح. جيت تهضر لي على بدل فلان بفلان، جيت تهضر على كيفاش نديروا باش ندخلوا العمل السياسي. الشعب الحمد لله يا ربي لافتة من اللافتات التي كانت ترفع في الشوارع أحسن 1000 مرة من مشاريعكم، أحسن 1000 مرة من مغالطاتكم التي تريدون أن تركبوا بها موجة الحراك. ولما يفيق لهم الشعب، لا للتخوين، لا للتكلم في الأعراض، سوق نسى أبون لأنك تفضحت، لأنك راكي اوت. خوتي فلنركز على الهدف، فالهدف أسمى مني ومنك، فالهدف أسمى من كل تضحية. على بالي عندنا خوت نفس السجون، أنا مفرطين في حقهم، لكن هل تنتظر من أنه هاد الناس اللي راهم آلاف الملفات العالقة في المحاكم نتاعهم، في المظالم نتاعهم، هل تعتقدون بأنهم سيعفون عنهم ومن بعد ما يزيدوش يدخلوا؟ تعاود تهضر يعاود يدخلك، يعاود يجيبك نورمال. احنا هما المناص الوحيد، احنا هما الخلاص الوحيد لخوتنا اللي راهم في السجون. وحدتنا وتضامننا هو اللي خلصها، مشي عفو رئاسي كما سموه ولا اي شيء اخر. لانه احنا اصلا لا نعترف بهذه السلطه ولا نعترف بهذه النظام، فكيف لنا ان نطلب منها الفتات؟ سمحونا، خرجونا غير المساجين وما زيدوش نعاودوا. هذا هو البرنامج تاعكم، تغيير من الداخل. نبداو مع الجزائر الجديده. وحدين للاسف اليوم رسلوا لي فيديو، يعني حاشاكم كنت غادي نتقيا. ناس حراكيين كانوا يديروا لي لايف
كانوا يوقفوا معنا، تصيبهم كونوا جمعيات يطالبوا فيها بتدفئة ويصوروا في الوالي، الوالي داخل وما شاء الله، ومعاهم العسكر ومعاهم باش يكرموا في بوختي كوا. سا دون فيها فومير حقيقة من تشوف واحد أكاديمي يتملق ما بالي شكون يتملق. ارجعوا القطار إلى سكته الحقيقية. القطار ما يغلطوكمش بمؤسسات الدولة، ما يغلطوكمش انتم راكم باغيين الخراب في البلاد، لا، نحن نريد أن نصلح بلادنا لأن الخشب الفاسد لا يستعمل في صناعة سفن جديدة. قلناها وقالها سفيان، ربي يبارك فيه وربي تحياتي ليه من هذه المناسبة. نحاو كاع، يقول لك كيفاش نحاو كاع بأمور جد بسيطة. المشروع جد بسيط لما تكون كاينه حقيقة النية في التغيير. أما الضحك على الدقون دير مشروع زائف في مكان فلاني ومشروع زائف في مكان فلاني، وحوص على التدفئة، وحوص على المرقة سخونة، وحوص على مع البلي شوالا. وزير التجارة يدور في سوبرات، يشوف لي تاكس. وزير التجارة برتبة انسبكتور دو بري. وزير الثقافة مخليه التراث، مخليه القصبة، مخليه امور اللي اهم على باليش برتبة طباخة. تكلم عن الكسكسي وتكلم عن الشكيل، ولسنا بحاجة الى حراك، ولسنا بحاجة، لانه يؤلمهم حقيقة عودة المسيرات، لانه فاقد الشيء لا يعطيه. فلا تنتظروا أن الدبابة تحرثكم الأرض، مستحيل أن الدبابة تحرث الأرض، ومستحيل أن الرشاش يزرع ولا يبذر. العسكري يعرف حاجة، أمر طبق، راهم يأمروا في المعين يطبق، يأمروا في الجهات المسؤولة تطبق. الشعب يريد حريته، يريد استرداد ملكية مؤسساته، المؤسسات التي تمثله، ماشي برلمان الحفافات ولا مجلس الغمات عبود فليقة اللي يرأسه واحد بالنيابة في عمره أكبر من ما بيش من هرم مبقيش. لما تشوف باساسيون دو كونسين تصيب واحد في عمره 80 عام يفوت المشعل واحد في عمره 75 عام، ولا العكس. كارثة. قلنا ونعاودوا خوتي، وحدتنا حقيقة هي أمر ضروري، لكن كشف كل من يخطط لتشتيت الحراك، لتضليله باش يلهى في أمور ثانوية، فهي أهم بكثير. لأنه الحيط باش تبنيه لازم لك الطوبة صحيحة. ما تروحش تدبر مع البليش أنا حاجة غير متماسكة وديرها في بنيان حيط، ومن بعد الحيط يطيح، الحيط يريب، لأنه غير مبني على أسس صحيحة. بارك الله فيكم خوتي. ثورتنا مستمرة، الحرية لكل معتقل الرأي. كل عام وانتم بخير. نكاية وشفاء وتشفيا في مرتزقة 4 سوردي، مرتزقة الناس الذين يستخدمون الدين لتضليل. الإمام لما يوصل يتكلم على الإضراب عن الطعام بأن الناس راح تدي في نفسها التهلكة، فهذه فتوى ما هيش تاع الإمام، هذه فتوى تاع الناس اللي ضرهم الإضراب على الطعام تاع خاوتنا تجديد وخيمود وعبد الحق. الناس اللي تتكلم على يناير ما بيهاش يناير، وما بيهاش الفتوى أصلا، لأنه مسائلهم ماشي غير يحتفلوا بيناير، يحتفلوا بالكريسماس وبالهالوين ومشي في الجزائر، في أرقى الأماكن في العالم، في الفنادق ورانا شفناهم. ولما نشروا تصاورهم يقول لكم انتم تنشروا الفضائح. لما تنشر صورة بنت سلال
حاشاكم سكرانه ولا حقيقه سي سافي بريفي. روحي سكري الله يسهل عليك، ديري اللي باغي ديري الله يسهل عليك، تصوري عريانه الله يسهل عليك، بصح ماشي بدراهم الشعب. باسكو على بالنا بلي انه مرتب حتى وزير لا يكفي لك بان تعيش بحياه البذخ. الناس راهي تهضر على 60 سبيكه تاع ذهب اخوتي، والشعب ولات عنده قابليه للفضائح عادي، وكانه لا شيء. 60 سبيكه تاع ذهب عادي. الناس هادو اللي كانوا سوا ديزون يحميو في البلاد وخايفين على البلاد لا تطيح، وين كانوا لما كانت هذه 60 سبيكه ولما كانت الرشاوي؟ وكاين ما هو باش يكون على بالكم خاوتي، 60 سبيكه ذهب هو سوجي تاع الهاء، سي نوتر سوجي دي ديفيرسيون. هذا ما كان باش تلهاو في 60 60 60 60 الناس تهضر على كرافاش بويحيى وغيرها، لكن الامر اخطر بكثير من 60 سبيكه. الامور التي ويحيى لما ذكر 60 سبيكه فهو يهدد في اقراني باني راح نكشف ما هو اخطر من 60 سبيكه. ويحيى يخرج وسلال يخرج ويبقى ولاد الشعب. كما قلت ونعاود، القبائلي لم يطلب بتشييد تمثال لشيشناق، والعربي لم يطلب بتشييد تمثالا لأي شخص آخر. وهذه البلاد تسعنا جميعا، لأنه إحنا أنا مخلطين يمكن دم وروح ووجدان وتاريخ. ماشي انت بعدما شخص مجرم كما نزار وتوفيق يجي يدخلنا في بعضنا، نعاودوا نفتحوا السجيات تاع وقت القايد المقبور تاع قبائلي عربي. لا رفد واحد يقول له رفد الجمل تاعك وروح لبلادك، والاخر يقول له روحوا لبلغاريا. نيمبورت كوا. هاد صفحات هدفها وديجا قبل الصفحات باش نهضروا على الصفحات قلت لكم خاوتي، قلت لكم لازم توضع يدك على الموطن الداء. صفحات ايضا هي فقط كيفاش نقول لك دي سيمبتوم، اعراض. من يدفع الصفحات للتكلم هو اللي جاب التمثال في اول المقام، هو الشخص الذي اراد ويريد خلق دائما مواضيع جانبيه للتحدث عنها. هو الناس التي تتكلم عن اموال المساعدات التي تصل من الخارج الخاوتنا المساجين المعتقلين، الفتات دي زاكسيون دو سوليداريتي روعوهم. خير مثال على ذلك لاكسيون دو سوليداريتي اللي داروها مع الطالبه التي ضربت في قنصليه من قنصليات الجزائر للاسف، وما تكلموش عليها الاعلام الخبيث. بالعكس، واحد من مرتزقه النظام اللي قال لهم باللي المروك حرق الغابات في الجزائر، جمال قسوم اللي عرضوه بيان سور في المغاربيه، هو راح يكرم في القنصل تاع كريتي لانهم يتدارون هذا يداري على هذا بالرغم من اختلافاتهم. واحد قبيلي، واحد عربي، واحد شاوي، واحد نايلي، واحد مزابي، ويحميوا بعضهم بعض. خوتنا في بني مزاب النهار اللي داروا الفتنه تاعهم، ما اللي ظلموهم ما جاوش من سيتي با دي زيكستراتيرست، حتى بناء المنطقه وتعاملوا ولا يزالون يتعاملون مع النظام. دونك ما تدخلوناش في بعضنا. قلنا يتنحوا كاع، قلنا لا لحكم العسكر، قلنا لي جينيرو الا كازيرن بور نو با دير لا بوبال، لانه ولات حقيقه تزعج. لما خرجت مسيره في تيزي وزو بمناسبه يناير، مجموعه من النساء تقول دوله مدنيه مش عسكريه، قال لك لا، قال لك سي دي سلوغون، سي ان انترو، شخص دخيل الذي ردد شعارات داخله، بالرغم من انهم هما كانوا يقولوا ثغره ولا لا. والثوره مستمره، الثوره تبقى اليوم وغدا. هذا هو الشيء الذي يؤلمهم. ماشي من بعد يقول لك باسكو زيتوت بارطاجي لا فيديو. ما نديروش زيتوت يا سيدي، نديروا افخاي ادراعي، نديروا اسرائيل هي التي بارطاجات الفيديو. فهل هذا عيب؟
هل هذا تلام عليه الاوضاع اللي راها كارثيه في الجزائر، كيما هذوك الشيوخ اللي داوهم البارح السبيطار باسكو ما لقاوش واش ياكلوا؟ اسكو اذا تبارطاجاو في كل انحاء العالم، هل يلام على ذلك الثوار ام النظام؟ هل يلام على ذلك الشعب الذي يرفض هذا الوضع ام النظام؟ لا لحكم العسكر اليوم وغدا، لا لحكم العسكر لانه اساس البلاء. دولة مدنية ليست عسكرية، دولة مدنية ولو كره الكارهون، دولة اللي تجمعنا كاملين، دولة القضاء الحر، دولة الصحافة الحرة، دولة المؤسسات، الدولة التي يكون فيها الكلمة للشعب، هو الذي يختار المؤسسات التي تمثله. مشي جايب لي أنا عرائس القراقوز وجيت تقول لي هذا يمثلك. بارك الله فيكم خوتي، سمحوا لي على الإطالة، تهلاو في روحكم، السلام عليكم.